تسمع ديال الترميشه. السلام عليكم، اهلا وسهلا الغزالات ديالي الفنات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ اموركم هانيه؟ مبروك عواشركم، ويدخل عليكم ان شاء الله هاد رمضان بالصحه والرزق وطول العمر ان شاء الله يا ربي. كيف ما كتشوفوا معايا الغزالات ديالي دايما تحضيرات رمضان. قولوا لي بعدا واش وجدتوا شي حاجه ولا باقينا شنو وجدتوا. المهم انا كيف ما ديما وكيف ما كنشارك معاكم، يعني من غير سلو هذوك المعسلات الساهله اللي وجدت معاكم صافي، وكندير هكا شي بريوات مالحين باش غادي ندوز داك الاسبوع ولا 10 ايام الاولى صافي. اما الباقي كلشي كيكون كل نهار ورزقو كل نهار شنو كنصايبو، غير كنبغيو نحيدوا علينا شويه ديال الخدمه في الاول وصافي. اما حتى حاجه ما كنديرها في الفريغو. المهم الغزالات ديال اليوم جبت لكم بريوات اولا لين يعني مختلفين بثلاثه ديال الحوشوات غزالين، كلشي غيحمق عليهم، وغنشارك معكم حتى الطريقه ديال الطهي وكيفاش ما يطرطقوش. خليكم معايا. المهم الغزال ديالي ما داوش راسو تبان لكم ماشي هو هذاك، اختكم راه عيانه ضاربني البرد ديال بصح الرواح. المهم الغزال ديالي اول حشوه هنايا غادي نديرها بفواكه ديال البحر بالكميه اللي بغيتو نتوما، كتجي اقتصاديه. هنا درت واحد الحبه ديال البصله مشلضه وحبه ديال الفلفله مقطعه مربعات صغار مع شويه ديال الزيت، هو يعني كيسلم عليكم شويه ديال الزيت وواحد المعلقه ديال الزبده، وكتخليوهم يتشحروا مزيان مزيان حتى كيطيحوا. كنديروا شويه ديال الملحه حتى كيتشحروا مزيان، وديك الساعات الفواكه البحر كتزيدوا الكميه اللي بغيتو حتى يعني اللي عندكم متوفر، سواء السمك الابيض او الكروفيت ولا. المهم انا هنايا لقيت هاد الباسامه ندير بحال الكالامار حتى هو زوين، لقيته رخيص صراحه غير ب 45 درهم، جبت نص كيلو. وحتى الكروفيت حتى هو جبت نص كيلو. هنايا درت مليحه، كتخليو هذاك الكالامار اولا الباسامه حتى كينزل مزيان يتشحر حتى هو كياخذ الوقت. وعاد كنزيدو الكروفيت. حتى الكروفيت هنايا درت نص كيلو جبته ونقيته. ملي كنقيو راه تقريبا كيبقى غير واحد هكاك 300 غرام. درت هنايا كيف ما كتشوفوا واحد جوج دراسات ديال الثومه، وكنخليهم هكا يتشحروا مزيان. ضروري تشحروا بعدا هذاك الاول عاد ديروا الكروفيت كما قلت لكم. هنايا درت الشامبينيون الاسود اولا الفطر الاسود، ما قطعتوش رقيوه، خليته شويه كبير هكا حتى هو رقدته في المطايب وحتى كيتنفخ هكا وكيضاعف الحجم ديالو. عاد غسلته وقطعته وكنخليو هاد العناصر تشحر مزيان مزيان على نار مجهده ماشي ناقصه باش ما يطلقوش لكم الماء. هنايا درت العطريه ديال البسطيله د الحوت، درت داك البابريكا فيمي اولا مدخنه، درت البزار وشويه ديال الكمون، درت معلقه كبيره ديال هاد لي زويتخ اولا هاد الصلصه ديال لي زويتخ، معلقه كبيره ديال الصوجه، معلقه كبيره ديال يا اما تعصروا نص حامضه اولا ديروا الحامضه هذا المعصور ديال القرعه. درت القزبر ومعدنوس. هنايا كنوريكم هذيك الصلصه ديال السمك حتى هي تقريبا واحد المعلقه كبيره من كل حاجه. درت قزبر ومعدنوس. وكما قلت لكم هذيك العطريه ديال البصيله د الحوت كنت جبتها من عند هذوك ديال العطريه الصراحه كتجي واعره. زدت هنايا شويه ديال القزبر ومعدنوس، وشويه ديال القزبر ومعدنوس راه غنحتفظ به حتى الاخر. هنايا الشعريه كانت عندي مرقده في هذاك القشور ديال الكروفيت اللي نقيتها البنات، غليته وداك الماء ديالو هو اللي رقدت فيه الشعريه. المهم الكميه راه كديروا نتوما اللي بغيتو، كيف ما قلت لكم حتى فواكه البحر كديروا اللي بغيتو اولا الكميه اللي بغيتو. نزلت واحد شويه السودانيه. هاد السودانيه عندي ما حارش بزاف ولكن كتلقى غير واحد النكهه هكا خفيفه زوينه تاع على قبل الدراري هكا باش كيقدروا ياكلوها. صافي هنا كنخلط مزيان وكنخلي هاد الحشوه تنشف مزيان هكا باش ما تطلقش لينا الماء تفزق لينا الورقه. انا خلطت كلشي مزيان، واخر حاجه قبل ما نطفي البوطه زدت قزبر ومعدنوس وغادي نخلطهم صافي وغادي نطفي العافيه. وهكا غتكون عندي الحشوه الاولى واجده. كما قلت لكم البنات راه كنت كنصايبها معكم غير بربعه ديال الكروفيت وكتجي واعره. المهم الحوت نتوما اختياري. صافي غنطفي عليها ونخليها تبرد وغادي ندوز للحشوه الثانيه. هاد الحشوه اول مره غنشاركها معكم الصراحه كتجي واعره حتى هي. درت هكا واحد المعلقه ديال الزبده، انا كنخدم هنايا بالزبده زبده حيوانيه الصراحه كتعطي مذاق واعر. هنايا خليتها تذوب مزيان كيف ما كتشوفوا مع هذيك زويته. ودرت واحد البصله مشلضه ودرت حتى هذاك واحد الريس هكا كبير ديال الثومه. ضروري تخليو هذيك البصله تشحر مزيان مزيان. هنايا البنات خديت صدر ديال الدجاجه حيت ليه العظم وداك الشيء وهرمشتو في الهشوار، يعني ماشي كفته وماشي مقطع صغير، راه غيبان لكم بحال المهرمش هكا. بهذه الطريقه كيجي واعر البنات وكيجي بنين. جربوا هذه الطريقه. المهم انا صدر ديال الدجاجه جبته وغسلته، يعني ما كانش عندي في المجمد حيت هادو غنديرهم في المجمد.
رحمك الله. هي ناس كيعطس. المهم الغزالات ديالي انا قلت لكم راه هرمشتو في الهاشوار صافي، ودرتو يتشحر، خليت تشحرت هذيك البصله مزيان، وعاد درتو كيتشحر. تبارك الله هذا الصدر هذا البنات راه فايت، المهم غتكون فيه شي 700 غرام بحال هكاك، فايت نص كيلو. وضروري تشحروها على عافيه مجهده باش ما يطلقش لكم الماء. هنايا في نفس الوقت درت نص لتر حليب مع هذيك البيشاميل المستحضر، البيشاميل اللي كتكون واجده. بغيتو تحضروا البيشاميل نتوما بيديكم تحضروها، غديروا 2 معالق زبده و 2 معالق ديال الدقيق، تخلطوهم مزيان، وزيدوا نص لتر حليب، شويه البزار، الملحه وشويه ديال الكوزه. انا خديت هاد الجاهزه كتباع جاهزه، وجدتها معايا في نفس الوقت. وهنايا في هذا الدجاج ما غيتشحر مزيان غديروا غير الملحه والسكينجبير والابزار فقط، هادو 3 ديال الحويجات اللي غديروا. وضروري تخليوهم هكا يتشحروا حتى ياخذوا هاد اللوين. هانتوما الدجاج والبصله خداو هاد اللوين مذهب باش كيجي المذاق ديال الدجاج زوين. هنا صافي الدجاج من بعد ما كان ياخذ هاد اللوين كنطفي عليه. وهنايا هاد البيشاميل حتى هي كتكون عندي واجده كيف ما كتشوفوا. خديت هنايا واحد الكميه ديال لادان فيمي، ديروا الكميه اللي بغيتو. المهم انا درت هنايا واحد الكميه صراحه ما عبرتهاش، عينيكم ميزانكم. كيطلق المذاق واعر البنات. واحد التعليكه ما نعاودش لكم، هاد هاد اللادان فيمي كيطلق مذاق زوين، ولكن كتكونوا طافين البوطه، ضروري تكونوا طفيتوا على المقله كتزيدوا داك الكميه. انا هنا هاد نص لتر اللي درت ديال البيشاميل جاتني هي هذيك مع هاد الكميه ديال الدجاج. تبارك الله دايره مقله كبيره، يعني جات هي هذيك باش كتجي ما كتجيش الحشوه ما كتجيش ناشفه، كتجي معلكه. وكنزيد واحد الكميه ديال الفرماج. انا الا شفتو زدت الكميه ديال الفرماج وشويه الموزاريلا، الفرماج حمر الموزاريلا حتى في هذه في لاصوص بيشاميل. واخا هي راه هي ديال الفرماج. هاد البيشاميل اللي كتشريوها جاهزه خديت انا ديال الفرماج صافي. هنا كتكون واجده كنخليوها تبرد وكندوزو اختي للحشوه الثالثه. هنا الحشوه الثالثه كيف ما كتشوفوا سلقت بطاطا، هنا راه كنقطعها كنوريها لكم مازالها سخونه. درت 3 البطاطات وخليتهم يتسلقوا بقشورهم. من الاحسن ديروهم بقشورهم باش ما كتشربش بطاطا الماء بزاف وطرطق لكم البريوات. هاد القضيه ديما كنقولها لكم، من الاحسن البطاطا تسلقوها وهي صاينه، سواء في الكوكوط ولا في مقله ولا في طنيجره ولا كاسرونه. هنا درت واحد 3 الحبات الفرماج، تقدروا ديروا 4 ديروا 5 اللي بغيتو. وتا النوع ديال الفرماج بغيتو ديروا المربع كيري اللي عجبكم الجبلي. المهم ضروري خاصنا هكا نمعسوها وهي باقا سخونه. انا كيف ما شفتوا درت الزعتر ودرت البزار ودرت الملحه ما حدها سخونه، وانتم كتمعسوها باش تذوب وكينسجم داك البزار والزعتر يعني مع بطاطا. نحاولوا نمعسوها مزيان مزيان على هذا الشكل هذا. شوفوا كيفاش حتى كتبان لكم تمعسات كامله. هنايا دابا كنزيد واحد الكميه ديال الفرماج احمر محكوك وكميه ديال الموتزاريلا. هنايا عندي هاد الخضر المجففه اللي شاركتها معكم في الفيديو اللي فات عند مول العطريه البنات. هذه كتعطي مذاق واعر. الا ما كانت عندكم ما ديروهاش، ولكن الا كانت متوفره ديروها كتجي فنه. انا وريتكم البصله بودر والثوم بودر حتى هما كندير منهم شويه شويه هكا، واحد المعلقه صغيره من كل حاجه كيف ما شفتوا، حتى هما كيعطيو مذاق واعر. واخر حاجه البنات وليس باخيرا انا خديت واحد البصله كبيره مشلضه وشحرتها في شويه ديال الزيت والبزار ومليحه. ماشي غير تشحروها ولكن تحمروها بهذا الشكل هذا البنات، كتعطي واحد المذاق رائع رائع. كتجي معسله محمره كتجي غزاله، فهمتوني. المهم هنايا انا راني كنت غادي نزيد حتى الطون، كنت غنصفيه من الزيت ونزيدو، ولكن الصراحه منين ذقت هاد الحشوه لقيتها بنينه بنينه بزاف، قلت ما كاين لاش نزيد نغمق عليها بهذاك الطون. خليتها هكا، زدت عليها غير بيضه. هاد البيضه البنات باش كتجمع لينا هاد الخليط باش ما كيطرطقوش لينا وهذا السر من اسرار انه سواء ديال الفرماج ولا ديال البطاطا ما كيطرطقوش. صافي حتى هي غادي نخليها تبرد على خاطرها صافي. وهنايا غادي ندوز باش نوجدوا الورقه اولا نعمروا لينا من الاول ندير الحشوه اللي بردات اللي صايبنا الاولى. هنايا البنات الورقه اللي شاركت معكم حتى هي داك المره قلت لكم غنجيو غنبيتها في الثلاجه، كان قال لي ديرها في الفريغو، ولكن انا عرفت راسي غنخدم بها وغادي نرجعها للفريغو، دونك انا ما بيتهاش في الفريغو. هو جمعها لي على الطريق اللي غنديرها في الفريغو باش ما يوقع ليها والو. انا بيتها غير في الثلاجه ولا غد ليه هو هذا النهار هذا اللي وجدت فيه الحشوات، يعني باتت غير ليله واحده في الثلاجه حيت عارفه راسي غنديرهم في الفريغو. صافي هنايا البنات انا عندي الورقه ديال البخار كيف ما شفتوا. الورقه العاديه الا بيتوها في الثلاجه ما تعولوش عليها راه غتفرتت لكم كامله. هنايا عندي الزيت وعندي الدقيق مخلط مع الماء باش غنبقى نسد. كيف ما شفتوا راه دهنت. الا كنتو عارفين راسكم كتقليو البريوات او لينام بلا ما دهنوها بالزيت، الا عرفتوا راسكم في رمضان كطيبوهم في الفران بحالي من الاحسن دهنوها بالزيت، خصوصا هاد الورقه ديال البخار هي غزاله كتجي مقرمشه فنه
ولكن راه ما كيكونوش هذوك اللي كيخدموها ما كيدهنوهاش بالزيت، ماشي بحال الورقه العاديه. يعني من الاحسن لك تغطيبها في الفران دهنوها بالزيت. هنا درت هكا واحد الكميه ديال الشعريه مع شويه ديال الكروفيت وهذوك الفواكه البحر اللي درنا معاهم صافي. وكما قلت لكم ورقه وحده قسمتها على 4، انا هنا خديت الورقه الكبيره صافي. وبديت كنجمع على هذه الطريقه سهله وبسيطه. هنايا انا الحشوات راه كنت وجدتهم في الصباح ملي مشاو الدراري يقراو باش يبردوا على خاطرهم، وتاجا وغديتهم ومشاو للمدرسه. ايوا بعد اختي نط انايا كنصايب في هاد يعني مره جوج عاد نط كنلويهم. جلست هنايا في الطبيله في الكوزينه ووجدتهم على خاطري صافي. الغزاله ديالي كيف ما شفتوا هنايا راه كندير 4 في خطره باش كنسالي. غير اللي رديتو البال هذاك القنيات اللي فين كنديروا الدقيق باش كنسدو هذاك ما تقيسوش بالزيت. يعني انا دهنت الطروفه ديال الورقه، ولكن داك القنيات اللي كنحبسو فيه ما دهنوش بالزيت باش هكا بغيت تسد لكم نديروا فيه داك العجينه اولا داك الخليط ديال الماء مع الدقيق. ونعرف راسي كنهضر بزاف، ولكن البنات ما عندي ما ندير لكم، حيت بزاف ديال البنات كيبقاو يطرحوا عليا بزاف ديال الاسئله كنحاول نشرح لكم للمبتدئات. ولكن جات عليا انا ما نهضرش كاع والله العظيم البنات دارني حلقي وما شكيت عليكم الشكوى والله عيانه. ولكن انا عارفه الاغلبيه ديال المتتبعات كيكونوا مساكن هكا يعني يلا مبتدئين كيتعلموا ما فيها باس نشرح لهم بالخشيبات. ها انتم يعني صايبتهم على هذا الشكل هذا وخليتهم في بلاطو هكا. ودزت لهادو ديال البطاطا خاصني ضروري نديرهم في حيت يلا باقيين دافين. قلت دهنت الطابسه هنايا بالزيت ودهنت يدي بالزيت، وقلت ضروري غنديرهم اصابع نديرهم في الثلاجه يبردوا وعاد ندوز نعمر الحوشوه الاخرى. لما نجي فين نعمر الاخرى تيكونوا هادو بردوا، حيت هادو كيف ما قلت لكم بقاو دافين وما بغيتش نديرها انايا في الثلاجه وهي سخونه. وحتى هذيك البيضه اللي درنا في الاخيره البنات ما ديروهاش البطاطا وبطاطا باقا سخونه كتحرق فهمتوا. بقاو تخلطوها تمعسوها مزيان حتى دفى شويه عاد ديروا لها البيضه باش ما كطيبش كتعطي المفعول ديالها. صافي غادي ندخلها للثلاجه وغادي ندوز باش نوجد الحشوه الثانيه اللي هي ديال الدجاج ولا دان فيمي والبيشاميل. هنايا البنات هادو بغيت نديرهم بريوات يعني مثلثين باش هكا يجي الشكل مختلف. هنايا كيف ما شفتوا الورقه راه قسمتها على جوج وكنحيد ليها هادوك الجنيبات وهادوك الوسط اللي كيبقى كنعاود نقسمهم على جوج، يعني كيعطينا 4 ديال الشرائط. وكنحيد هادوك الجنيبات اللي كيكونوا هكا ناشفين. بالنسبه للطوطال ديال الورقه البنات اللي غتسولوني شحال قداتك الكميه، انا خديت كيلو ونص. كيلو ونص جاتني هي هذيك 3 ديال الحوشوات وتبارك الله كل حوشوه راه غادي نوريكم في الاخر خرجت ليا كميه كثيره. المهم هنايا انا كنحاول كنوجدهم ما كنبغيش نخدم بريوه بريوه سواء في التصوير ولا بلا تصوير. كيعجبني كنشر زعما ندير بزاف ديال الشرائط وعاد نبدا نعمر. هانتوما انا تقريبا درت في البريوه شي معلقه هكا كبيره معمره، معلقه كبيره هكا مقببه. انا ما غاديش ندير البريوات صغيورين، البريوات راه كبيرين بحال هذوك اللي كيتباعوا في الزنقه اللي كيديروا 3 دراهم بحال هكاك. المهم انا بديت كنلوي وانا نتفكر راه ما دهنتش الزيت كما قلت لكم. انا راه كنبغي نديرهم هكا في الفران صافي. كنلويهم على هذا الشكل هذا. هانتوما ملي كتلويو اللويه الاولى البنات لاحظوا انني كنصايب الحوشوه بيدي. هانتوما على شكل هكا كنفرقها باش تشد القناه باش ما كيجيوش القناه خاوين صافي. وكنبداو نلويو هكا حتى الاخر. كنخليو داك الجنيب تنديروا فيه الدقيق اولا داك العجين ديال الدقيق. المهم ضروري كتقادوها بيديكم راه ساهلين، خصوصا البريوات شحال ما كانوا كبر راه كيكونوا ساهلين صافي. وكنبدا نجمع هكا بالدقيق. تقدروا ديروا اصفر بيضاء اولا بيضه كامله، بغيت نقول ابيض بيضه ولا بيضه كامله اللي بغيتو. انا كنفضلها كنديرهم بالدقيق حسن اولا هاد العجينه الصراحه كيتسدوا كيتسوداعوا، خصوصا هاد الورقه ديال زعما ديال البخار. هانتوما على هاد الشكل هذا ملي تكونوا كتصايبوا حاولوا كديروا بزاف ديال الشرائط اولا سواء كتهضروا لينهم ولا مثلثين هكا. الصراحه كتنقص عليكم الخدمه ودغيا دغيا كتزربوا. هانتوما سالين دغيا نحاول نجرب لكم باش ما نطولش عليكم اكثر. عرفتوا هاد الحشوه البنات انا راه كنركب لكم هنايا غير الصوت وكندير المونتاج، ولكن هنا راه دقناهم وداكشي ضروري. عرفتوا راه جات بنينه واحد التعليكه واحد الجبيده جات فيها ما نعاودش لكم. عرفتوا داك لادان فيمي طلق في داك الدجاج ومع المذاق ديال البيشاميل بالفرماج عطا واحد المذاق رائع. غير جربوهم على حسابي. ولادان فيمي راه ديروا الكميه اللي قدرتوا عليها. شي تجيبوا 10 دراهم تبارك الله راه فيها الخير والبركه وتقطعوها
طريفات رقيقين. انا كنت شريت وحده كبيره الا عقلتو في داك التقديره كنت شاركتها معكم ديك المره حيت كنحتاجها في رمضان، كندير منها بزاف ديال الوصفات. داكشي علاش نتوما تشريو غير واحد الكميه الا بغيتو. صافي الغزالات ديالي البريوات كيجيو على هذا الشكل تما تبارك الله، راه خرجوا لي كميه سواء من هادو ولا من لينيم هادوك ديال فواكه البحر، خرجوا لي اكثر من 40 حبه في الحاجه تبارك الله ما شاء الله. صافي الغزالات ديالي اخر حاجه بقاو ليا هما هاد الاصابع ديال البطاطا من بعد ما دخلتهم الثلاجه شدوا راسهم باش هكا يجوني ساهلين. هنايا عاوتاني رجعت كندير الورقه على 4 كيف ما كتشوفوا، حيت داك الجناب كيكونوا ناشفين. صافي ودهنت الورقه بزويته عاديه وبديت كنجمعهم على هاد الشكل هذا على شكل لينيم. راه كلشي موضح لكم في الفيديو. انا سكت اختي هذوك اللي كيقولوا لي كتهضري بزاف. تقدروا ديروا الفيديو سيلونس اختي وتشوفي غير الطريقه اللي بغيتي بلا يعني بلا هضره. المهم غير سمحوا لي البنات بصافي انا ما كنعممش، ولكن ما عرفتش حنا كيقول لك كتهضري بزاف ما عرفتش علاش. المهم اختي انا هضره بغيني ولا كرهيني المهم الغزالات ديالي غادي تستمر هكا. تقدروا حتى هادو ديروهم بريوات، ماشي ضروري ديروا داكشي اللي درت انا تمام والكمال فهمتوا. تقدروا هادو اللي بغيتو ديروهم 30، هادوك اللي درتهم انا مضايق زعما لينيم تقدروا ديروهم 30 اللي يعجبكم. كل وحده دير اللي كيخرجها ولا تسلكها. المهم اهم حاجه هي انكم ديروهم وصافي، ماشي مشكل الشكل واخا هو راه كيلعب دور، ولكن المذاق حتى هو المهم. ها نتوما هما كي درتو بريوات انا درتهم مختلفين غير باش نعرف منين نبغي نجبد، نعرف كل وحدين ديالاش. هادشي علاش مره بحال لينيم بحال البريوات الصراحه بجوج بهم كيجيو زوينين. صافي البنات غنستمر هكا احسن نكمل الكميه اللي عندي وصافي. هذه هي الكميه كاملين تبارك الله. شوفوا كيفاش كيجيو ها نتوما تبارك الله ما شاء الله راه خرجوا ليا. دابا باقي عندي واحد المرحله تبعني غنديرها، بغيتو ديروها ديروها ما بغيتوش تقدروا صافي هنايا تجمعوهم. انا خديت هاد البريوات هادو اللي درت ديال لادان فيمي بالدجاج كندوزهم هنايا ديروا اي نوع ديال الشابلور. انا عرفتي شنو درت هنايا هذاك الكونفليكس ديال الذره اللي كنت شاركت معكم مؤخرا درت به الدجاج كينطاكي الا عقلتو راه كيتباع ب 15 درهم في مرجان باكيه كبيره. هو ديال الذره ما فيه حتى شي نكهه، كاين ديال الذره بالعسل وكاين ديال الذره بوحدها. هذاك ديال الذره بوحدو كنستعملو كونفلي زعما كشابلور راه كيجي واعر وكيعطي تقرميشه ماشي غير في البريوات حتى في الدجاج. المهم انا شديته هرمشته في الهاشوار على هذا الشكل هذا وكنديروا حتى الشرائح ديال الدجاج كنقلي به شحال من حاجه. اي حاجه بغيتوها تجيكم مقرمشه ديروا نتوما اي نوع عندكم متنوع ديال الشابلور، سواء هذاك المنسم هذاك الابيض اللي غنشاركو معكم حتى هو دابا راه كيتباع حتى هو ماشي غالي. اللي عجبكم كما قلت لكم بغيتو تخليهم كما هكاك خليهم. انا هاد البريوات ما غنديرهمش كلهم الشابلور لا، غادي ندير النص ديالهم هكا غير هما كيزيدوا يعطيو تقرمشه اكثر. وخا هاد الورقه تبارك الله كتجي مقرمشه. هانتوما هنايا راه صايبت نص ديال الكميه كيف ما شفتوا خليتهم هنايا ينشفوا شويه باش نجمعهم، والنص ديال الكميه راه خليتها كما هي ما درت ليها والو. ها هو الشابلور هذا الابيض هذا هو اللي كنت شاركت معكم في التقديه اللي فاتت. هاد الباكيه تبارك الله راه كدير 10 دراهم كنت خديتها من درب سلطان. حتى هذا زوين حتى هو. غادي هذا غادي ندير فيهم ديال البطاطا كيف ما كتشوفوا. هذيك الحشوه ديال البطاطا البنات تقدروا تزيدوا فيها الطون، تقدروا تزيدوا فيها بغيتوا الكفته مشحره مع البصله بغيتوا ديروها كما درتها انا اللي عجبكم. هي بجميع الاحوال كتجي لذيذه. انا راه ما كنتش غنديرها مع ولادو دار ليا حاله، انا كنت غندير وحدين اخرين ومازال غنشاركهم معكم ان شاء الله. هادو كنت درتهم العام اللي فات عرفتوا حماقوا عليهم وتا انا كيعجبوني ولكن الدراري كثر. صافي هنا غادي نستمر بحال هكا. نسيت ما قلت لكم هذيك البيض راه طلبت بيضه ودرت فيها انا 2 بيضات، درت فيهم واحد شويه ديال صوص صوجا وصافي. هانتوما ليني حتى هما النص ديالهم درت لهم لا شابلور والنص ما درتش فيه. هكا راه كيكونوا عندي تقريبا شي تبارك الله شحال ديال الانواع على هذا الشكل هذا. هانتوما شوفوا ليا عرفتوا راه كيجيو فنين. وانا قلت لكم الاغلبيه كنديرهم في الفران. دابا غادي ندوز نوريكم نشارك معكم الطريقه ديال التخزين. بالنسبه لي انا البنات غادي ناخذ بواطه كبيره هي اللي غتهز ليا الفريغو. هاد الباقي غنديرو في الميكات. بواطه كبيره غنفرشها واحد البلاستيكه وغادي نبقى ندير في الجنيب مثلا هادو اللي ما فيهمش الشابلور هادو ديال البطاطا في واحد الجهه ونغطي بالميكا. ضروري ما بين طبقه والطبقه ضروري انا شديت ميكا اللي كنديرو في الثلاجه حليتها بالموس وقسمتها على 4. كل ميكا خرجت لي 4 ديال الطراف. هانتوما داك القنيت
غادي ندير فيهم هادوك اللي ما فيهمش الشابلور، وهاد الجهه اللي فيهم الشابلور، ونعاود نغطي باش النهار اللي نفتح البواطه ونبغي نجبد ما نبقاش نقلب لتحت الفوق، لا غادي يجيوني كلهم هانتوما جهه ما فيها الشابلور اولا لا شابلور كل واحد اش كيقول ليه، وجهه عاديين. وهاد الجهه هذه اللي من هنا غندير فيها هادوك لينيم ديال فواكه البر البحر زعما في خوي دماغ. نتمنى يكون الفيديو واضح باش هكا كيجيو ساهلين وما كياخذوش لي سباس بزاف. وهاد الجهه هذه حيت عندي هاد لينيم هادو كتار تبارك الله اللي خرجوا ليا ديال في خوي دماغ. وغنوريكم عاوتاني الطريقه الثانيه الا ما كنتوش بغيتو ديروا بواطه اولا بواطه غتشد لكم البلاصه. انا راه تبارك الله هاد البواطه راه كبيره ومنين عمرات ليا درتهم في بلاستيكات. انا غنوريكم الطريقه كيفاش. المهم كنستمر هكا وانايا كندير طبقه مورا طبقه، هادوك درتهم بوحدهم والبريوات راه غنديرهم في جهه اخرى. المهم ضروري كيف ما قلت لكم باش ما كيتلاصقوش ضروري كتفرقوا بيناتهم بلاستيكه اولا السلوفان على هذا الشكل هذا. المهم راه كل شيء واضح في الفيديو. هنا راه خليت وحدين اللي غادي نقليهم باش نوريهم لكم. انتم شوفوا هنايا في الاخير كنغطيهم بميكا من الداخل صافي وكنسد عليهم وهكا كنديرهم في المجمد. الطريقه ديال الطياب البنات من الفريغو للمقله اولا الفران. الطريقه الثانيه هانتوما على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا تشدوا بلاستيكه ما ديروش جوج طبقات، طبقه واحده وتسدوا. من بعد ما قليتهم نتوما كيبقى لكم الاختيار. انا غير قلت نجرب معكم هادو صافي حيت درت غير شويه بغيت نشعل على قبلهم الفران. دائما من الفريغو للمقله اولا الفران. هانتوما شوفوا التقرميشه لهذا انا درت لكم شويه من الحاجه. انا غنفتحهم لكم كاملين تشوفوا. سمعوا لي يا اختي التقرميشه كيفاش دايره. عرفتوا التقرميشه جلداد ما تشبعوش منهم. وكما قلت لكم البنات بغيتو تدخلوا من الفران راه غدهنوهم بالزيت، بغيتو تقليوهم المهم ضروري يكونوا مجمدين. ما تخليهمش يديكونجلاو عاد تقليوهم ولا طيبوهم. انا درت لكم هذيك اللي فيها الشابلور وحتى اللي ما فيهاش. هانتوما شوفوا هادو ديال الدجاج عرفتوا البنات راه جاو لذات جاو فنين، عرفتوا معلكين لداخل ومن برا جاو مقرمشين. غير جربوهم على حسابي ما تشبعوش منهم. وغنفتح لكم هنايا حتى وحده اللي ما فيها الشابلور تسمعوا التقرميشه. وما تنساوش لي لايك الغزاله ديالي. خليتكم على خير، باي باي.